حرص معتمد جمال المدير الفني للزمالك على عقد جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في قمة الدوري المصري الممتاز. المباراة في الجولة الخامسة من مرحلة حسم الدوري على ملعب استاد القاهرة الدولي. وأكد المدير الفني خلال حديثه مع اللاعبين على أهمية اللقاء وضرورة الالتزام الكامل بالخطة الفنية، مع التركيز على استغلال الفرص وفرض السيطرة على منطقة وسط الملعب منذ الدقائق الأولية. كما طالب لاعبيه بالحفاظ على الانضباط الذهني داخل المباراة وعدم التأثر بأي أجواء خارجية، مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز لتعزيز صدارة الفريق في سباق المنافسة على اللقب. وقرر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الدفع بالظهير الأيسر أحمد فتوح ضمن التشكيل الأساسي بعد مشاركته كبديل في اللقاء السابق أمام إنبي. ويخطط المدير الفني للاستفادة من إمكانيات فتوح بشكل مختلف خلال القمة، حيث ينوي الاعتماد عليه في خط الوسط إلى جانب عبد الله السعيد ومحمد شحاتة في إطار إعادة توزيع الأدوار داخل الفريق. وتأتي هذه التعديلات بالتزامن مع عودة محمد إسماعيل إلى مركزه في خط الدفاع ليجاور حسام عبد المجيد ومحمد إبراهيم، بالإضافة إلى بنتن. يقرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ضم عمر جابر إلى معسكر الفريق المغلق استعدادا لمواجهة القمة أمام الأهلي. ورغم معاناته من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، إلا أن الجهاز الفني للفريق قرر ضمه إلى معسكر الفريق. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا عن طاقم تحكيم مباراة الغد بين الزمالك والأهلي في الدوري. وجاء طاقم التحكيم مكون من الألماني ماتياس يونيبك مهمة حكم الساحة، ويعاونه كريستيان جيتلمان كحكم مساعد أول، وجوناس فيكنماير كحكم مساعد ثان، بينما سيكون توبياس ريخيل حكماً رابعاً. كما تم تعيين روبرت شرودر حكماً لتقنية الفيديو فاو